نشوف فيديو ونرجع للمستشار بدر. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي يهديني لصراطي. اساسا ان احنا نقعد نلف كعب داير يعني، وهم كلهم يعني بيدعوا ان انا اهنت الرئيس وقلب النظام الدولي. الحقيقه في قضايا منهم خدت براءه، وفي قضايا منهم لسه ما زالت متداوله، وايضا هناك القضيه بتاعت قناه الفراعين اللي احنا رفعناها على النايل سات، وخدنا حكم بفتح القناه خلال 24 ساعه. بس عجزوكم في الفلوس، دفع الفلوس. ولكن النايل سات ادعى ان احنا مديونين له، والمديونيه دي تجاهل تماما، لان هو الغى الاتفاقيه ما بيننا وبينه من طرف واحد اللي هو قال ان وانتوا ما دفعتوش الفلوس. اللي احنا ما دفعناش الفلوس في الوقت اللي احنا كان في بيننا وبينهم عقد اتفاق على تقسيط المبلغ بدايه من 1/1/2013 جدولا. قصه الشرق الاوسط الجديد الكبير دي لها مجموعه من الخطط. اللي بيحصل دلوقتي احداها، وانتوا خلوا بالكم علشان خاطر التجاره بالدين هتخلق السببيه. النهارده الاخوان بيحكموا مصر والسببيه اتخلقت، واللي موجود في سيناء النهارده هو ده اللي انا قلت هيحصل مشاكل مع اسرائيل وهيتحول ايه، وده النهارده ده المخيمات بتتعمل دلوقتي، وهتطلع اسرائيل تصرخ وتقول الحقوني واعملوني ولازم الدنيا تقف معايا. ده حرفيا صح. وبالفعل طلعت اسرائيل صرخت، وطلع الاتحاد الاوروبي قال ان اسرائيل من حقها ان تدافع عن نفسها، واوباما قال اسرائيل من حقها ان تدافع عن نفسها، ولكننا نحذر من الانفتاح البارد. اي كلام ما يقدرش يقول غير كده. واخد بالك المرحله الجايه هيقول لابد من الانفتاح البارد. واخد بالك النهارده في صواريخ عماله تطلق من سيناء على الامن عندنا بينفي ذلك. لا، في صواريخ تمام. الامن ينفي ولا ينفي ده مشكلته، انما هي القصه كلها متصوره بالاقمار الصناعيه. اسرائيل عمرها ما تقول ان في اسلحه، ان في صواريخ اطلقت من سيناء هباء بمجرد انها سمعت السيد السعودي مثلا بيقول ده انا متهيألي كذا. فالقضيه هنا ان احنا مبسوطين جدا ان احنا بنكذب على نفسنا. في ناس اكثر سعاده في ان هم بيصدقوا كده. ربنا يهدي يعني. ربنا يهدي. وال 28 قضيه دول يا دكتور تواصلتوا فيهم ليه؟ انا قلت لحضرتك ان في قضايا خدنا فيها براءات. تمام. وفي قضايا ما زالت متداوله امام المحاكم. تمام. وليه تشبثوا بالقضيه بتاعت يعني طريقه حضرتك وان هي الوحيده اللي اتحكم فيها عشان يبعدوا يعني الشبهه عن الشتيمه عن الرئيس؟ انا ماليش طريقات. انا لم اطلق احد. ده موضوع مرفوع فيه قضايا تزوير في قرارات رسميه، ولسه القضاء ما قالش. يعني لسه القضايا متداوله، قضايا التزوير. فطبعا لما انا اساسا راجع قضيه تزوير والناس تقعد تقول طليقه حضرتك، يا عم يعني لو طليقه انا هنكر ليه يعني؟ هي ليست واحده من الشارع يعني، هي مذيعه برضه. ولكن الكلام ده غير صحيح. وللاسف الشديد المحامي اللي انا جبته اول مره يعني الله يسامحه بقى
تراخى في الارض. بس هو ده الموضوع. طب يعني بس احنا عاملين معارضه وعاملين استئناف. تقول ايه الجمهور؟ عاملين معارضه وعاملين نقد وحاجات كتير، اجراءات قانونيه لسه كتيره. تقول ايه لجمهورك اللي مستنيين قناه الفراعين ان هي ترجع تاني؟ يعني اقول لهم ان شاء الله نرجع قريب. يعني باذن الله نرجع قريب، ربما ما نرجعش على مية ساحل، نرجع على قمر امريكي او اوروبي. لان طبعا الاخوان المسلمين بالنسبه لهم ان عودتي يعني